بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من عجينة السيراميك. المرة اللي فاتت عرفتكم عجينة السيراميك وعجناها قدامكم وعملنا دبابيس في حلقة تانية. المرة دي إن شاء الله هنبدأ بقى شغل كبير بإذن الله تعالى، لأن أنا لاحظت إن في ناس كتير مهتمة قوي بالموضوع دوت، فاستعنت بالله عز وجل وقلت ايه نبدأ واحدة واحدة كده، نسمي الله ونشتغل. اول حاجة انا بدأت اشتري شوية حاجات عشان خاطر نبدأ نشتغل بيهم عجينة السيراميك. اول حاجة مجموعة القوالب دي انا جبتها من اولاد رجب. على فكره يا جماعه احنا ممكن نجيب القوالب اللي هي بتاعه الحلويات والكعك والبسكوت نشتغل بيها عجينه السيراميك. فالمجموعه دي انا جبتها لسه جايباها من فتره بسيطه من اولاد رجب. دي كانت بكام؟ دي كانت ب21 جنيه ونص. دي اول واحده، ادي الحجم ده، وفي الحجم ده، وفي ده، وفي ده. تاني حاجة دي انا جبتها من اللي هم بتوع الحلويات اللي في السوق، في اي منطقة هتلاقي منها، ماشي. وجبت دي هنعمل بيها تشكيل الوردة، ودي هنعمل بيها تشكيل ورقة الشجر، ودي عنقود العنب، ماشي. في حاجة تانية انا عملتها برضك علب الكنز. طبعا جبت مجموعة علب كنز، وبعد ما فضيت في القطر رحت جيت من هنا قصيت، وجيت من هنا قصيت وفردتها بالمنظر ده. وعلى ازاز، خلوا بالكم يا جماعه عشان هي حاميه جدا زي اكتر بصراحه من السكاكين. على ازازه وفردتها بالمسطره دي وبالقطر. بدات اقطع السمك اللي انا عايزاه، يعني انا قطعت سمك بالمنظر ده، وسمك ارفع منه كده، والسمك ده، وبدات اتني. يعني انا دلوقتي بعد ما فردتها وقصيتها بالقطر وبالمسطره، بدات اتني الجزء ده كده تاني، عشان وانت بتشتغلي ما اهو هي بتتني بسهوله، بس خلي بالك تكوني حذره وانت بتشتغلي. اهي تمام. بدات اتني الجزء ده عشان خاطر وانا بشتغل ما تجرحش ايديا. وبدات اعملها اشكلها زي ورقه الشجر، وبدات الزقها من هنا بمسدس السيليكون. عملت منها شكل ورقه الشجر دي، وعملت منها الشكل ورقه الشجر الصغيره دي. وميزتها ان هي بتوسع وبتضيق براحتك، وفي نفس الوقت يعني ده شغل ايديكي، فبتبقى يعني وانت بتشتغلي بتبقي فرحانه بيها، ماشي. وعملت منها الدايره دي عشان خاطر قلب الورده، وعملت منها دايره بردك كبيره عشان لو الورده كبيره. وعملت بردك حاجه تانية من عجينه السيراميك. الادوات دي انا لفيت عليها في المدينه اللي انا ساكنه فيها، ما لقيتهاش، فلحين ان انا اجيبها بدات ان انا يعني بردك الحاجه ام الاختراع. فجبت جزء من عجينه السيراميك مع الجزء الخله ديت، قسمتها نصين، ورحت عاملاها دايره، بحيث ان انا لما تبقى تحت ايدي العجينه ابدا ان انا ادور فيها واشكل فيها اللي هي ورقه الشجر كده. وبالنسبه لورق الشجر، انا الطابلو اللي انا كنت عاملاه، البرواز اللي هو الشعر بتاع القناه، انا كنت عامله ورق الشجر فيه. في واحده بعتت لي بتقولي انت عامله التجويفات دي ازاي بتاعت ورقه الشجر؟ انا عاملاها بعد ما فردت العجينه وبالشكل دوت، ورحت ضغطت عليه وبقت بالمنظر ده بالسكينه دي اللي هي المشرشره، هتكون موجوده في كل المطابخ طبعا. بتبداي كده، تبداي تاخدي كده كده كده، وبتسحبي
بتشكل عجينة السيراميك. طبعا الحاجات دي احنا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله بعون ربنا وفضله هنبدأ نشرحها بتوسع. وده كان النهاردة الفيديو، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدأ نشتغل العجينة. وبالنسبة للعجينة انا والله ما عملتش عجينة جديدة، العجينة اللي انا عملتها معاكم في الفيديو شوفوا من كام. لو انتوا طبعا من الناس، انا بكلم المتابعين ليا، وطبعا بالنسبة للناس الجديدة المشتركين فوق دماغي من فوق، تابعوا الفيديو الاولاني شوفوه تاريخه كام. انا من وقتها عاملة العجينة وحطاها في التلاجة في كيس ومظبطاها، طلعتها بس امبارح عجنتها تاني بشوية كريم عشان خاطر تديلها ليونة. لكن العجينة ما شاء الله لا عفنت ولا فيها اي شوائب ولا اي حاجة. بس انت اول ما تعجني، يعني ممكن العجينة تقعد في التلاجة يعني بالشهر والشهرين، بس المهم طريقة الحفظ ان انت تحطيها كويس في كيس، وان انت تقفلي الكيس كويس وفي كيس تاني، وتبعديها عن اي حاجة فيها مية. وقبل ما تشتغلي، طبعا احنا دلوقتي الشتاء كل فصل وانتوا طيبين، وكل وقت وانتوا طيبين. طبعا الجو طبعا بيبقى ساقع، بتطلعيها قبلها بيوم وبتعجنيها بشوية كريم بس بساط، وبعد كده بتبداي تشكلي الاشكال اللي انت عايزاها. والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، ومع السلامة.